السيدة وجل إثيوبيا. شو المشي يجي كي تفتف خايفهم يضربوه ولا ما تشخيش. رئيس الجمهورية ينزل من الطائرة يستقبله وزير النقل. وزير النقل اللي يستقبله وزير النقل. وزير النقل يستقبل رئيس الجمهورية. وزير النقل. وزير النقل تاع إثيوبيا يستقبل رئيس جمهورية الجزائر. وزير النقل. وزير حتى ماهوش من وزراء السيادة. ما جاش وزير خارجية، ما جاش وزير داخلية. عملكم باللي كاين بروتوكول. ورا البروتوكول. شو هذا واش حفل توزيع ديال المدرسة شهادة الباك ولا لقاء غادي يتلاقى مع رئيس؟ ورا رئيس الجمهورية سي، ورا تبون. أو يصفقك. هذاك اللي يقولك طحان وفرحان. جايب له الناس ترقص تقيد قدامه وهو يصفق لهم. واش الربانيه تاعكم هذه طبعا كانت واحدة من الإهانات اللي ما زالت الجزائر تتلقاها وتتلقاها بشكل دائم. دايما متعودة دايما. هذه إهانة بالغة. حقرونا إهانة بالغة. حقرونا عم الدراج يا خويا. الإذلال كان بطريقة الاستقبال. لا نقبل بها. حقرونا. تعقلوا سيدنا نهار مشى عند الرئيس ديال فرنسا في واحد الزيارة. ومن البروتوكول انه الرئيس الفرنسي يأتي الى امام سيارة الملك محمد السادس فلم يأتي. سيدنا ما بقى بارد في الطريق التجا الرئيس. François Hollande arrive avec Ban Ki-moon et la voiture est réparée. تحل الباب وخرج سيدنا واستقبلوا احسن استقبال. إهانة الرئيس تبون يستقبل وزير النقل يا طحانة. المشكلة انه مديرية الاعلام ما مش فاهمين باللي رئيس الجمهورية تاع الجزائر وهينة. على الاقل كي لقيتوا إهانة ورخصوا طحين سطروا. انا اتفضحت يا طارق. خافش يا باشا، سرك في بير. ما توروناش. الحقونا انا الراجل اتفضح. إهانة للشعب الجزائري وإهانة للرئيس تبون. ما لعبوش النشيد الوطني الجزائري. النشيد الوطني الجزائري ما كانش. ما داروش النشيد الوطني الجزائري. قاعد نسمع ونعاود وراه النشيد الوطني الجزائري كاش. وحتى في ماتش تاع فوت يا خوتي بين فريق وفريق لازم يتلعب بالنشيد. جاي عندك انا اثيوبيا ما ديريش النشيد الوطني تاعي. لا لازم يتلعب بالنشيد. لا تخيلوا يا خوتي رئيس يستنى باش يلعبوا له النشيد الوطني تاعو ما يلعبولوش. ثم قال ماذا؟ قال حقرونا حقرونا حقرونا. رخصتي يا الزرقاء وركبوك بني عداس. رخصتي يا الزرقاء وركبوك بني عداس. والله ما كذب. وش هذا الرخص والطحين تاعكم؟ النظام الجزائري جعل بلدنا في عزلة تامة وجعلنا أكبر أضحوكة ومسخرة فوق وجه الكرة الأرضية دون أي منازع. فرحة جزائرية هيستيريا. كي لغا 1 2 3 فيفا لالجيري. بنادم كي صغرت شطيح البكا. فرحة كأنه الجزائر فازت بكأس العالم. الجزائر تفوز بعضوية نائب رئيس المفوضية في الاتحاد الافريقي. اني مدبه كبيره ولم يدفع. تعرفوا من هو رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي؟ هو وزير خارجية جيبوتي الاسبق اللي اعلن على الترشح تاعو من الرباط في المغرب. وزير الخارجية ديال جيبوتي الدولة التي تعترف بمغربية الصحراء. حقرونا كلمني اليوم قول لي حقرونا ايش هذه؟ قول لي حقرونا. نائبة جيبوتي فرحانين نموتوا وتصوتوا وتعيطوا. حتى رئيس المفوضية وزير الخارجية ديال جيبوتي اللي نجح ما دارش هذه الفرحة الهستورية. وزير الخارجية الجزائري يقبل الكتف ديال أحد المسؤولين الأفارقة. شوف معايا مزيان يا بوصبع هاد الصورة. هذا هو الوزن الحقيقي ديالكم في إفريقيا. ومن بعد يجيك البوصبع يقول لك نتوما كتقبلوا اليد. حنا كنقبلوا اليد ديال الملك ديالنا مغربي حنا في حالو. نتوما كتبوسوا الكتف. هادشي غير اللي بان في الكاميرا. علم الله شنو بوستوا اخر. مال بلابيت تطلق الدجاجة لماليها. ويلي حيران الناس كتشوف الرجوع لله. احمد بقى. بديلي. جيبوتي وليتو تفرحوا كتولي فيزا جوا عندهم. يعني بمنصب تاع نائب رئيس لا دخلنا للبريكس لا تنظيم كاس افريقيا لا بنيه تحتيه لا وزن لا هيبه لا مواقف. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله استغفر الله أعوذ بالله من الشيطان. صدق أولاد وصدق. الكباش ولاو يتكراو يا ناس. كراء الأكباش في الجزائر. راح نولوا نكروكم الكباش اللي ما عندهمش باش يشوفوا كباش. اكري كبش خويا العزيز. اي تقدر تكريه وتجيبو للدار وتصور معاه وتفرح به الوليدات. علال بولادكم ولادي. طب تذبح واحد منهم على العيد.
اكري كبش خويا العزيز. تفرح ولادك وتبان به قدام الجيران وما يستشفوا فيك الجيران. ونهار العيد في الصباح ترجعوا لمولاه. يتم ارجاعه يوم العيد بحجه انك ذاهب الى المذبح. ويشري كيلوات اللحم ويشوي مع خاوته وما يقولش ما شريتش. الزلط والتفرعين. هي الزلط والتفرعين شي هكا يديروا رجاله. سابقة في الوطن العربي والإسلامي من دولة يقول عنها حكامها بأنهم قوة ضاربة. الجزائر قوة ضاربة. الجزائر أقوى دولة في المنطقة. إنها الجزائر، إنها القوة الضاربة. هذا الشيء ما يمكنش لك أنك تشوفه في شي بلاد من غير الجزائر. كراء الأكباش. كراء الكيباش 80,000 لليلة الواحدة. 80,000 لليلة. 80,000 لليلة. اللي ما قدرش يشري الكبش يكري كبش. اكري كبش. عندك باسبور موجود. فوتوكوبي موجود. شيك. تأخرت ليه؟ مش موجود ولا ايه؟ انت شايف ايه؟ اعطيني شيك وكري الخروف. شد عليك الضامن خويا ودير الخروف. وبيسك الحق باش يدير بوبليكاسيون هكا تسمى كاين عباد انتيريسي خو ما تقوليش كاين عباد حيديروها بزاف غاشي يكرو. نقول لك علاش بزاف غاشي يكرو ما يخرجش بلا عيب. المهم امام ربي هو ما عندوش بصح قدام الناس يقولوا انا عندي. الزلط والتفرعين. الزلط والتفرعين. كلام فارغ كلام فارغ. يعني باش انك تمثل على اولادك وتمثل على الجيران وتمثل على الله عز وجل. استغفرت الله العظيم بانك راك ضحيتي. انا يا ما فهمتش الفكره هذه منهم يجيبوا فيهم الافكار هذو. ايماجيني من على 4 سنين يولوا يكريو لك مراه دير معاك العرس في الصاله وكاع ومن بعد تروح. هادشي اللي بقى يعني ولاو الاكباش لا انت تكرا وراه غدا تولي تشوف بنادم تيتكرا. حنا متفقين ولا يختلف اثنين على ان هذا العام هذا الاكباش غاليين لا في المغرب لا في الجزائر. احنا في الجزائر يا رب الكبش يدير $1000 ماشي الكبش يدير بيت سيدنا ابراهيم هذاك. هذا العام هذا الاكباش دايرين القرون غاليين بزاف. غا هو عباد الله باش ان الحقاره ديال بنادم توصل لهذه الدرجه هذه راه صراحه راه بزاف. ما كتشفاوش ولكن الدولة اللي بقات مكونسونطرية على تفقيري وتجويعي وتقزيمي وتقسيمي المغرب ها هو الحال ديال الشعب ديالها. انتوا تفضلوا بهايم لغايه امتى؟ ادم صاحبي مزفت عليه مكرفص في حياته وهو مقابل بوليزاريو فلسطين. بوليزاريو عايش يحسن منه وفلسطيني عايش يحسن منه. هتفضلوا حمير لغايه امتى؟ الجزائر ترسل المواشي كل عيد اضحى وتروح الاف رؤوس المواشي تخرج من الجزائر تروح الى فلسطين. اقسم بالله الى الاستهلاك نتاع اللحوم في فلسطين لا اكثر من الاستهلاك نتاع اللحوم في الجزائر. يقول بأن الفرد الجزائري يستهلك 15 كيلوغرام من اللحم سنويا. الفلسطيني يستهلك 100 كيلوغرام في السنة. صدق اولاد وصدق. الناس كل عيدت في فلسطين. اتحدى واحد من غزه يقول لك انا ما عيدتش. اما في الجزائر والله ما عيدوا. ما فهمتش انايا شكون اللي راهي محتله. اشكون فلسطين هي اللي راهي محتله من طرف الصهاينه ولا حنا اللي راهم محتلين الصهاينه؟